صديقتي الإنسانة، ما تضحكيش الناس علينا. دونت سمول أس. مفيش حاجة اسمها عشان أنا كترت دهون وإني ما كنتش عاملة دايت فعرضيت. مفيش حاجة اسمها كده. اللي ما بيعملش دايت بيتخن. بيتخن، مش بيعرض. اللي بياكل دهون كتير بيتخن، اللي بياكل نشويات كتير بيتخن، مش بيعرض. تركيبة جسمك مش بتتغير، بتتخني او وزنك بيزيد على شكل نفس جيناتك كده ونفس الاستراكشر بتاعك. اتفقنا؟ ارد عليكي بقى. اول حاجه، انا ما قلتش ما تتمرنوش، انا ما قلتش اللي عندها تراكم دهون في مكان معين في جسمها ما تتمرنهوش. لا طبعا، لا طبعا. اللي انا بقوله انه والله العظيم حضرتك عندك تراكم دهون كبير في مكان معين، والدهون مثلا في المكان ده ما بتنزلش بسهوله. يبقى حاول ان انا ما اشتغلش على المكان ده بتمارين هاي فوليوم وهاي انتنسيتي عشان ما اعملش كتله عضليه كبيره في المكان ده، مع الدهون اللي اصلا بتنزل ببطء. هيديني حجم كبير، دهون بتنزل ببطء، كتله عضليه عماله تكبر. ايه اللي هيحصل؟ بطنها تكبر بقى. الاجمالي في النهايه هتبص في المرايه هتلاقي بطنها كبرت، هتلاقي بطنها كبيره. خلاص كده. مش هي بقى مش هتبص في المرايه تقول اه والله العظيم ده عضلات وتفرح. لا، هتزعل وهتلعن ابو ام العضلات. هي عايزه بطنها تخس، هي مش عايزه كده. فبس كل واحده تختار هدفها. انا ما بقولش ما تتمرنيش، انا بتمرن. وانا هقول لك ما تتمرنوش؟ هقول لكم ما تتمرنوش وانا بتمرن ازاي؟ يعني ليه هعمل كده؟ يعني مش فاهمه.